تحياتي لك زميلي العزيز محمد سعدون، وتحياتي لضيفيك الكرام ولكل مشاهدي البين سبورتس، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير وصحة وسعادة يا رب. بالفعل نبدأ ب الترحم على الكابتن طارق سليم أسطورة كرة القدم في الأهلي والمنتخب المصري، والذي يحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة هنا في مصر. كان خبرا صادما بالفعل تلقته الأوساط الكروية المصرية. بالنسبة لفريق الأهلي قرر أن يرتدي اللاعبون في هذه المباراة شارات سوداء حدادا على رحيل الكابتن طارق سليم، إضافة أيضا إلى مخاطبة إدارة النادي الأهلي للكاف، وذلك للسماح بدقيقة حداد في بداية المباراة أو قبل انطلاق المباراة. ننتقل إلى أجواء المباراة، أجواء ساخنة جدا هنا في استاد برج العرب بالإسكندرية. الجماهير أتت منذ قرابة 3 ساعات تؤازر الأهلي منذ أن جاءت صيحات بتحفيزهم على تحقيق الفوز وتصحيح المسار. هناك أمل كبير لدى الجماهير المصرية في أن يعبر الأهلي هذه الموقعة بفوز يحيي آماله في مواصلة مشواره بدوري المجموعات. هذا بالنسبة للجماهير. كانت هناك تجربة بالنسبة للنادي الأهلي، تجربة جديدة بأن يتم حجز التذاكر عن طريق الإنترنت، وذلك حتى لا تحدث أي مشكلات. بالنسبة للفريقين سندخل مباشرة الآن إلى ميران الفريق وعمليات الإحماء. زميل المصور يستعرض إليكم الآن. يمكن الأهلي يقوم الآن بعمليات الإحماء. تشكيل الأهلي لهذه المواجهة: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، أمامه قلبا دفاع رامي ربيعة وأحمد حجازي، ظهير أيمن أحمد فتحي، ظهير أيسر صبري رحيل، وفي الوسط حسام غالي وحسام عاشور في الوسط المدافع، وأمامهم وليد سليمان ومؤمن زكريا، وفي الهجوم عمرو جمال وجون أنطوي. بالنسبة للبدلاء: شريف إكرامي في حراسة المرمى، صالح جمعة وعمرو السولية وسعد سمير وباسم علي وعماد متعب وحسين السيد. ننتقل إلى الفريق الضيف ولكنه صاحب أرض هذه بلاده، يعني الفريق الوداد المغربي. ننتقل إلى فريق الوداد المغربي الذي يجري الآن عمليات الإحماء. وبالنسبة لتشكيل فريق الوداد المغربي: لحراسة المرمى زهير العروبي، في خط الدفاع أمين العطوشي ويوسف رابح قلبا دفاع، ظهير أيسر ياسين الكردي، ظهير أيمن عبد اللطيف نصير، وفي الوسط المدافع صلاح الدين سعيدي وإبراهيم النقاش. بالنسبة للوسط المهاجم وليد الكرتي ورضا هجهوج وإسماعيل الحداد، وفي الأمام فابريس أونداما مهاجم صريح. بالنسبة لبدلاء فريق الوداد المغربي: محمد عقيد في حراسة المرمى، أنس الأصبحي، إبراهيم كيتا، يونس بالأخضر، محمد أوناجيم وجمال إيتا بالنيدر وعبد العظيم خضروف. هذا بالنسبة لتشكيل فريق الوداد المغربي الذي أنهى الآن عمليات الإحماء ويدخل الآن إلى غرف خلع الملابس استعدادا للقدوم لبدء المباراة. بالنسبة لفريق الأهلي كانت هناك جلسات من قبل المدير الفني للفريق مارتن يول مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على تحقيق الفوز، ولا سبيل سوى الفوز في هذه المواجهة، وعليهم نسيان كل الظروف المحيطة بهذه المواجهة، نسيان ما هو قادم بالنسبة للمواجهات القادمة، والتركيز فقط في هذه المواجهة وضرورة تحقيق الفوز فيها للإبقاء على أمله في التأهل للمربع الذهبي أو لمواصلة مشواره صوب المربع الذهبي. بالنسبة لفريق الوداد المغربي: المدير الفني أخبرني بالأمس بأن هناك تركيز شديد من قبل فريق الوداد المغربي للاقتراب بشكل كبير من الوصول إلى المربع الذهبي. يمتلك 6 نقاط ويطمح في أن يفوز في هذه المباراة أو حتى الخروج بنتيجة إيجابية من هنا من الإسكندرية. بعض اللاعبين أخبروني بأن المدير الفني أعطى تعليمات بضرورة استغلال المساحات وذلك لتحقيق الفوز خلال هذه المواجهة. وهذه عودة إليك زميلي العزيز محمد سعدون الكواري. شكرا جزيلا لك أحمد، كنت معنا من ملعب المباراة. شكرا على كل هذه التوضيحات والمعلومات الخاصة بالمباراة وأيضا بتشكيلتي الفريقين. دعونا الآن نتوقف مع تقرير يقربنا أكثر من ظروف الفريقين قبل هذه المباراة الحاسمة المصيرية والمهمة